بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم إلى هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سوف نتحدث على أهم المستجدات فيما يخص محترفين في الدورية الأوروبية وأهم الانتقالات وأخبار لاعبين. أولا نبدأ بالخبر الغير سار والمتمثل في لاعبنا الدولي محمد الأمين عمورة. نادي فولسبورغ الألماني أعلن في بيان رسمي عن إصابة اللاعب الدولي الجزائري بإصابة في الرباط الصليبي الأوسط، وأكد النادي أن اللاعب سيغيب إلى إشعار آخر، ولم يحدد فترة غياب اللاعب، ولكن كل الأمور توحي إلى أن هذه الإصابة ليست بالخطيرة، ويمكن أن يتراوح الغياب بين 3 إلى 4 أسابيع حسب ما هو متعارف عليه. أما إذا عدنا إلى هل سيكون جاهز مع افتتاح الدوري الألماني محمد الأمين عمورة أم لا، فأعتقد أنه لن يكون حاضر في افتتاح الدوري الألماني، خاصة وأن الدوري الألماني سينطلق بداية من 23 من شهر أوت المقبل، وستكون أول مباراة لنادي فولسبورغ الألماني أمام بايرن ميونخ الألماني في 25 أوت. هذا ما يعني أن محمد الأمين عمورة لن يكون حاضر في افتتاح الدوري الألماني، بالرغم من البداية القوية للاعبنا الدولي، إلا أن الإصابة حرمته من مواصلة التألق، خاصة وأن الإصابة كانت في التدريبات وليس في مباراة دولية ودية. فنتمنى الشفاء العاجل للاعبنا الدولي محمد الأمين عمورة. كذلك مع الإصابات، الخبر المفرح هو عودة نبيل بن طالب إلى الملاعب، وهذا بعد أن أعطى الأطباء الضوء الأخضر للاعبنا نبيل بن طالب للعودة لممارسة كرة القدم بصفة عادية. ولكن لحد الساعة نادي ليل الفرنسي لم يطلق أي بيان يوضح فيه هل سيتم عودة نبيل بن طالب إلى النادي أم لا، أم أن النادي سيتخلى عنه بصفة رسمية، خاصة وأن اللاعب تعرض لمرتين لمشكل في القلب. هذا ما سنعرفه في الأيام القليلة القادمة، وممكن أن يغير الأجواء من الدوري الفرنسي. دائما مع نادي ليل الفرنسي، والخبر المفرح هو انتقال نجمنا الدولي الجزائري والمدافع عيسى ماندي إلى نادي ليل الفرنسي بعقد يمتد إلى موسمين إلى غاية 2026. نقلة نوعية في انتقال اللاعب، خاصة وأنه انتقل إلى نادي ينافس دائما على مقاعد في البطولات والمشاركات الأوروبية. كذلك اللاعب كان يعاني في نادي فياريال الإسباني، إذن سيذهب إلى ليل الفرنسي، وهو في مشروع رياضي لنادي ليل، حيث أبدأ اللاعب أنه أعجب بالمشروع الرياضي لنادي ليل الفرنسي، وهذا من الأشياء الإيجابية. المهم أنه ابتعد عن جحيم الاحتياط الذي كان نشاهده دائما، وهو في نادي فياريال، أين لم يستطع فرض نفسه في النادي الإسباني. دائما مع انتقالات لاعبين، وهذه المرة إلى اللاعب ياسر العروسي، والذي أعلن النادي واتفورد الإنجليزي عن ضم اللاعب على شكل إعارة من نادي تروا الفرنسي، مع إمكانية التعاقد أو شراء عقد اللاعب. للتذكير فإن نادي واتفورد ينشط في البريمير شيب الإنجليزية وليس في البريمير ليج، يعني ينشط في الدرجة الأولى، وممكن أن يكون هذه السنة منافس للصعود إلى الدوري الممتاز الإنجليزي. هي حقا نقلة نوعية في انتقال اللاعب، يعني يواصل في الدوري الإنجليزي، وممكن هذه المرة يفرض نفسه في الدرجة الأولى الإنجليزية، ولما لا يطور نفسه في المستقبل، بما أن اللاعب مازال صغير في السن ويمكنه تقديم الأفضل في المستقبل. الآن نذهب إلى لاعبنا يوسف عطال، والذي هو حاليا بدون نادي بعد أن انتهى عقده مع نادي درناديمير التركي، والذي تعاقد معه لمدة نصف موسم. حاليا اللاعب بدون فريق، ولا نعرف مصير اللاعب، خاصة وأن اللاعب كان قريب جدا من الانتقال إلى نادي مارسيليا الفرنسي، ولكن بسبب ضغوطات اليمين المتطرف والذي طالب بعدم التعاقد مع اللاعب في مارسيليا الفرنسي توقفت الصفقة، ولحد الساعة لا أخبار
جديدة عن الصفقة بعدما أن كان قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بنادي الجنوب الفرنسي. كان له عرض منذ أيام قليلة من نادي ترابزونسبور التركي، ولكن اللاعب رفض العقد، وأعتقد أنه لا يريد العودة إلى الدوري التركي حسب ما هو متداول. آدم الناس كذلك حاليا هو بدون نادي بعد أن تم تسريحه من نادي ليل الفرنسي، ولحد الساعة لا توجد عروض رسمية، فقط هنالك تقارير عن اهتمامات كل من نادي ريال بيتيس الإسباني وكذلك بعض الأندية السعودية على غرار الشباب السعودي وحتى الخلود السعودي، ولكن لا توجد مفاوضات رسمية بين وكيل اللاعب وهذه الأندية. كانت هنالك تقارير تتحدث على الاقتراب من التعاقد مع نادي ريال بيتيس الإسباني، ولكن لم يحدث أي شيء، ولحد الآن اللاعب بدون نادي. كذلك إسلام سليماني لحد الساعة لم يجد أي نادي، وهو حاليا بدون نادي، فقط يواصل عطلته الصيفية وهو يقوم بالتدريبات على انفراد. أما عن الحارس الدولي الجزائري ألكسندر قندوز لاعب شباب بلوزداد، فقد انتقل إلى الدوري من بوابة بيرسبوليس الإيراني، وهذا بطلب من مدربه السابق الإسباني غاريدو. فنتمنى حظ موفق لهذا الحارس، ولما لا العودة واللعب في المنتخب الوطني الأول في حال تألقه في الدوري الإيراني. هذه هي أهم الانتقالات الخاصة بلاعبين الدوليين. الآن نذهب إلى أخبار لاعبين مع تحضيراتهم مع أنديتهم، ونبدأ باللاعب ريان أيت نوري الذي يواصل تحضيراته مع نادي وولفهامبتون الإنجليزي، أين يقدم في مباريات جيدة ويشارك دائما كأساسي. كذلك لاعبنا الظهير الأيسر رامي بن سبعيني يواصل تحضيراته في آسيا مع نادي بوريسيا دورتموند، أين يريد الاعتماد عليه المدرب شاهين كلاعب أساسي في مركز الظهير الأيسر بداية من الموسم المقبل، وينتظرون عودة قوية لمدافعنا رامي بن سبعيني لتقديم موسم قوي بعد الموسم الغير جيد الذي شاهدناه السنة الفارطة. كذلك يواصل اللاعب حسام عوار أداءه الجيد مع نادي الاتحاد السعودي، ويواصل تدريباته مع النادي، أين يقدم في مباريات جيدة في بعض الأحيان ومتوسطة في أحيان أخرى، وهو الآن يتأقلم مع النادي، خاصة وأنه انتقل حديثا إلى نادي الاتحاد السعودي. أما فيما يخص لاعبنا فارس شايبي فيواصل أداءه المتميز مع نادي انتراخت فرانكفورت الألماني، أين استطاع تسجيل 5 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة منذ انطلاق التحضيرات مع نادي، وهذا ما يوحي أن اللاعب سيقدم موسم قوي السنة المقبلة إن شاء الله، خاصة وأن اللاعب تأقلم مع الدوري الألماني. لهذا نتمنى أن يعيده فلاديمير بيتكوفيتش إلى المنتخب الجزائري بداية من تربص شهر سبتمبر المقبل. أما عن جديد المنتخب الوطني الجزائري فهناك تقارير تتحدث على أن اللاعب عادل عويشيش لاعب ساندرلاند الإنجليزي تم الاتصال به بصفة رسمية من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وأعطى موافقته لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وسيلتحق بداية من تربص شهر سبتمبر المقبل، خاصة وأن اللاعب انطلق في تغيير جنسيته الرياضية، وهو لاعب وسط ميدان، لاعب سابق في نادي باريس سان جيرمان، وهو حاليا في البريمير شيب الإنجليزي أي الدرجة الأولى، ويلعب مع نادي ساندرلاند. أعتقد أنه لاعب عادي وليس بذلك اللاعب الخارق، لهذا لن يقدم الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري. هذه أهم الأخبار والمستجدات التي أردت أن أقدمها لكم في هذا الفيديو. دائما إخواني قبل أن أختم الفيديو ولمعرفة جميع المستجدات الخاصة بمحترفين وكذلك الصفقات الخاصة بالبطولة المحلية وحتى جديد الملاعب الرياضية، يمكنكم الاشتراك في القناة، وهذا لدعمنا لتقديم المزيد. إلى اللقاء.